فلزوم السلفية يكون بلزوم 3 قواعد. أولها القاعدة الأولى الاستدلال والتلقي، فلن تكون سلفيا إلا إذا أخذت بالنبع الذي أخذ منه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الكتاب والسنة. فالذي يجعل الاستدلال والتلقي خارجا عن الكتاب والسنة فليس بسلفي. فأول قواعد هذا النهج العتيق الاستدلال والتلقي من الكتاب والسنة. ولهذا تجد أهل السنة والجماعة في معتقداتهم يقولون: ومبنى الاعتقاد على الكتاب والسنة لا يزاد عليه ولا ينقص منه. فأول القواعد اتباع السلف في باب الاستدلال والتلقي الذي هو الكتاب والسنة. القاعدة الثانية وهي فرع عن القاعدة الأولى، فهم الكتاب والسنة بفهم صالح الأمة، يعني بفهم سلف الأمة. فلن تكون سلفيا إلا إذا فهمت نصوص الكتاب والسنة على الفهم الذي فهمه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال: أنا أستدل وأتلقى العبادات سواء كانت علمية أو عملية، أي سواء كانت معتقدات أو أحكام، آخذها من الكتاب والسنة، ولكنه فهم تلك النصوص بفهم مخالف لفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس بسلفي. وأضرب لك في ذلك مثالا واحدا تفهم به هذه القاعدة فهما صحيحا جيدا. مثال ذلك فهم الخوارج لبعض نصوص الكتاب والسنة بفهوم مخالفة لفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالخوارج كفروا من حكم بغير ما أنزل الرب عز وجل، حكموا عليه بالكفر الأكبر، واستدلوا على ذلك الكفر بقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وبقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وبقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالخوارج في تكفيرهم للحاكم المسلم إذا حكم بغير ما أنزل الله استدلوا على ذلك بالكتاب وبالسنة، ولكنهم في فهمهم لتلك النصوص فهموها بفهوم مخالفة للكتاب والسنة، فيقال لهم: استدللتم على هذا الحكم بدليل من الكتاب والسنة، ولا ننازعكم بأن الكتاب والسنة هو منبع الاستدلال والتلقي، لا ننازعكم في هذا، ولكن ننتقل معهم إلى الدرجة الثانية بأن يقال: السؤال المطروح: هل هذه الآيات التي أوردتموها فهمها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كالفهم الذي وقع منكم أو لا؟ إن كان الجواب نعم فعض على ما قالوه، فهو من منهج أهل السنة والجماعة وهو من فهم السلف الصالح. وإن كان الجواب بلا فاضرب به عرض الحائط، فإنه ليس من منهج السلف الصالح. فهذه الآيات التي أوردها الخوارج للاستدلال بكفر الحاكم المسلم إذا حكم بغير ما أنزل الله فهمت بفهم مخالف لفهم الصحابة رضوان الله عليهم. فقد أورد الحاكم في مستدركه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية أنه قال: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وروي أيضا فيما أظن في صحيح البخاري عن نافع أنه سئل كيف كان ابن عمر يرى الخوارج، فقال: شرار الناس ذهبوا إلى نصوص نزلت في أهل الكتاب فجعلوها في المسلمين، أو كما قال رحمه الله تعالى. فهمها ابن عباس بأنها كفر وظلم وفسق أصغر. وأما ابن عمر ففهم أن الكفر والفسق والظلم الوارد في الآيات هو فسق وظلم وكفر أكبر، لكنه في أهل الكتاب وليس في المسلمين. فيقال للخوارج: أخطأتم ليس في الاستدلال والتلقي، وإنما أخطأتم في فهم الدليل وفي تنزيله في غير منزله. وهذه القاعدة الثانية التي هي فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة قاعدة مهمة جدا. فليس كل من استدل بالكتاب والسنة فقد أصاب في قوله، لا،
فقد يستدل بالكتاب والسنة ولكن بفهم سقيم، وكما قيل: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته الفهم السقيم. فالقاعدة الأولى: الاستدلال والتلقي يكون مبناه على الكتاب والسنة. والقاعدة الثانية: فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. القاعدة الثالثة: السكوت عما سكت عنه سلف الأمة. كل ما سكت عنه السلف الصالح من الصحابة ومن سار على طريق الصحابة وجب علينا أن نسكت عنه. ومثال ذلك المسك عن الخوض فيما جرى بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من فتن، فإنه جرى طريق السلف الصالح الكف عن تلك الفتن وعن في تفاصيلها. فمن الواجب علينا ومنهجنا حتى نكون سالكين لذلك الطريق أن نسكت عما سكتوا عنه.